100 جنيه اهو. السلام عليكم، اهلا اصدقائي، اهلا بكم في جوله من جولاتنا ناحيه الكورنيش. زي ما انتم شايفين كده الستاير جميله جدا هناك وكل انواعها. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو الستاره ب100 جنيه جاهزه. ده عند ممر الشبيكه، عند اللي هما بقوا تصدير الفنادق في ممر الشبيكه. اي ستاره كانت ب100 جنيه جاهزه وكانت جميله جدا مش وحشه، تنفع الانتريه تنفع لصالون. وهنا الستاير برضو ناحية الكورنيش برضو بأنواعها. زي ما انتوا شايفين كده الستاير معايا أسعار الجبلان. الطقم ياخد قد ايه من الجبلان وسعره بكام هتشوفوا الفيديو دلوقتي. بيبقى عندهم شوية جبلان يعني الأشكال بتاعته جميلة جدا يوم الأحد ناحية الكورنيش زي ما انتوا شايفين كده. 200 جنيه الطقم ب1200. كنبه واربع كراسي. كنبة عشان نبص الشارع. كنبة وأربع كراسي ب1200. زي ما انتوا سمعتوا معايا كده كانوا 4 كراسي ب1200 لعشاق الجبلان. الجبلان طبعا ستيل، الناس اللي بتحب الستيل وبتحب الجبلان هتلاقيه يوم الحد ناحية الكورنيش. كده احنا ناحية الكورنيش اهوت. يوم الحد هنا البياعين بيفرشوا يوم الحد مكان المحلات القافلة، فبيقعدوا قدامها. ده من ناحية الكورنيش. ناحية الكورنيش بتروحوا ازاي الناس اللي بتشوفنا أول مرة؟ اللي بيروحوا والوكالة يوم الحد عند زكي السماك هتمشوا للآخر، هتطلعوا على الكورنيش، هتمشوا يمين قدام شوية مش كتير عند البنك الأهلي والمطبعة الأهلية. هتسألوا على المطبعة الأهلية والبنك الأهلي يبقى قصادكم كده. طبعا انتوا عارفين طبعا المبنى بتاعته عالية وباللون الأزرق. هما دول بيبقوا فارشين في الممر دوت بقى، في الممر دوت ممر الشبيكة، فبتاخدوه من أوله. فهنا بقى يبقوا فارشين. انا الممر دوت الممر اللي هو يعني هتمشوا قدام هتحودوا يمين. الممر ده اسمه ممر الشبيكة، لكن المكان دوت من ناحية الكورنيش عشان نبقى عارفين يعني واضحين اللي احنا ماشيين ازاي. هنا عندهم برضو هتلاقوا مشات كتان للركنات، وهتلاقوا برضو للركنات والصالونات، وهنتقابلنا برضو في المقطع. مقطع للستاير، ينفع ستاير للعروسة وستاير لأي بيت بيجدد. برضو هتلاقوا هناك. كل دوت يوم الحد. لكن المحلات فاتحة. آه يعني في محلات قافلة يوم الحد ومحلات فاتحة، لكن المحلات عموما بتبقى فاتحة طول الأسبوع ما عدا يوم الحد. وفي محلات زي ما قلت لكم بتبقى فاتحة. هنا الستاير ديت بس مش كتيرة بالنسبة للمفروشات، لكن اللي عاوز مفروشات من المحلات يروح خلال الأسبوع غير يوم الحد. لكن طبعا الناس بتبقى عارفاهم يوم الحد بسبب أسعار يعني ايه منخفضة شوية عن المحلات، فعشان كده الناس عارفاهم وبتروح لهم. إيه عنده ستاير ب85، وهتلاقوا ستاير ب65 عنده برضو. برضو في نفس الممر زي ما احنا ماشيين كده. الستاير على فكرة الكاميرا جايباها لونها أبيض قوي، لكن هي لونها كويس يعني ولونها حلو. وهيقابلنا برضو نوع من الستاير ريا وجميلة 85 برضو. الأتواب ديت برضو جميلة جدا. تنفع برضو لشقة عروسة، بدل ما تجيبها مثلا من الغورية أو من الأزهر فوق 100 جنيه. لا هنا ممكن ب65 85، وفي أرخص. فعلى على حسب كل واحد إمكانياته. وعندهم قماش قطيفة زي ما انتوا شايفين كده، وعندهم برضو قماش كتان. الأسعار بتبقى 70 100 100 وشوية، وممكن تلاقوا الخفيف شوية ب55 كده يعني في الرنجات ديت. هو طبعا كانت الأسعار كانت رخيصة جدا طبعا، انتوا عارفين الأسعار اللي احنا فيها، ربنا يرحمنا ورحمته الواسعة. وعندهم ستاير بلكونات. بنحاول على قد ما نقدر نجيب لكم الأماكن اللي فيها أسعار منخفضة. انتوا عارفين طبعا الأسعار غالية في كل مكان، دي يعني محدش هيختلف عليها. فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر نجيب لكم الأسعار اللي في متناول الجميع. وهنا برضه هتلاقوا ستاير جاهزة للبلكونات وللطرقة مثلا بتاعة مطبخ. مثلا لو عاوزينها مثلا لشباك مثلا، مش عاوزين ستاير خفيفة فيه، برضو موجودة هي، بتبقى ب125 جاهزة. هي برضو القماشات كتيرة جدا. زي ما انا ذكرت كده في الفيديو
اللي عاوز يروح يوم الأحد، علشان اللي بتوع القماش وبتوع الستاير ناحية الكورنيش، علشان بتبقى المحلات قافلة، هما بيبقوا فارشين قدامهم يوم الأحد. هتقولولي مش فارشين في أي يوم تاني؟ أقولكم لأ، هما مكانهم يوم الأحد. على فكرة في مواشات كتيرة جميلة جدا، ما صورتهاش برضو. انتوا عارفين طبعا لو هصور كل القماش الفيديو هياخد وقت طويل، فانا مش عاوزة اطول عليكم الفيديو، علشان ما تزهقوش من الجولة، ما تزهقوش مني برضو، علشان واحد يعني ايه، يعني خير الكلام ما قل ودل. فانتوا يعني ملاحظين برضو في الفيديو اللي انا بتكلم يعني ايه، مش على طول على طول على طول، علشان بحبكم تتفرجوا على اللي تستمتعوا بالجولة. ولا زلنا مكملين في جولتنا يوم الأحد، بس أنا كنت بتكلم فأنا عشان أشرح وأوضح للناس، الناس قاعدة يوم ايه ومثلا الأسعار بكام وايه الخامات والحاجات دي، فأنا مضطرة طبعا لازم أشرح. وفي قماشات القطيفة برضو جميلة جدا، القماش القطيفة برضو ينفع برضو للركنات، يبقى حلو فيها أوي، جميل جدا، وخصوصا لما بتبقى القماشة سادة، قطيفة كده للركنات، بتبقى أشيك من المشجر. وعلى حسب، يعني في أطقم بيبقى ليها المشجر أحلى، وفي بيبقى ليها السادة أحسن، بس ممكن اللي هو المنقوش دوت، ممكن الناس تاخده لفرش كنب بلدي، أو أو مثلا لمراتب كده يعني. برضه ده جميل جدا برضه، اهو بصوا منقوش برضه، تحسوا ان هو على يود كده، على جبردين، جميل جدا، هو شكله جبردين. الجبردين كانت بتبقى سعر الحتة القطعة ب100 جنيه. الجبردين انتوا عارفين طبعا، قصدي جبلان، عفوا، الجبلان. انتوا عارفين طبعا الجبلان غالي، فهم بيبقى عندهم حتت من الجبلان، ممكن يعني ممكن ناس تاخد الجبلان ده، ممكن تاخده للركنة، آه، يبقى جميل جدا مع السادة، يعني تعمل دمج بين الجبلان المنقوش والسادة، هيدي شكل جميل جدا، ومش هتحس ان هو يعني قماش متفصل لركنة، لأ، هيبقى مثلا اكنه جاي، يعني جاي كده من عند المكان يعني اللي جاي منه، هيبقى شكله تحفة وجميل. انا بديكم مجرد افكار، وكل واحد طبعا وذوقه، بس عامة هو الجبلان يعني ما بي... ولازلنا مستمرين في جولتنا، وبرضو انواع قماشات تانية هي ما شاء الله تبارك الله. وفي تحس اللي هو الوانات ايكيا، هتلاقوها برضو، الناس اللي بتحب الوان ايكيا برضو هتلاقوها هناك. وهنا برضو الستائر دي لوناتها جميلة برضو ورقيقة، تنفع يعني ما شاء الله، هتلاقوا كل الأذواق هتلاقوها هناك، وطبعا كل واحد وطلبه والكتان برضو. وده برضو كان نوع ستاير تاني برضو، جميل جدا برضو، قطيفة. وهنا الحاجات دي ب10 جنيه، تنفع لفوط مطبخ. على فكرة القطيفة دي بتبقى جميلة جدا، وفي غسيلها برضو أحسن من القطن. بالنسبة للمطبخ، انتوا عارفين طبعا المطبخ الدهون وكده، فالفرد بتوسخ بسرعة، لكن دي جميلة جدا، يعني حتى لو توسخت بتتغسل بكل سهولة. آه، وممكن القطن برضو للأكل، ممكن تمسكي بيها الحلة أو كده، لكن دي طبعا الحاجات اللي بنستعملها طبعا على الرخامة وحاجات المطبخ وكده، ب10 جنيه أي قطعة من هنا. برضو ده مقطع برضو من ناحية الكورنيش، وهنا برضو اللي هو بواقي الفنادق والستاير البلاك اوت والحاجات ديت، وال والكوفرتات العميرية الفوط دي، الحاجات دي جديدة. ساعات بيبقى عندهم الستاير اللي هي خارج الفنادق، وساعات لأ، اللي هي بتبقى البيضة الخفيفة ديت.
لكن الحاجات دي جديدة كلها، الفوط دي جديدة والبرانس برضو ساعات بيبقى عنده بنارس البرنس برضو بنارس آه، اللي هي بتاعت الفنادق ساعات. هنا الحاجات دي برضو مناطيل الجينز بتلاقوها فين بقى؟ الحاجات ديت بتلاقوها